كتيبة أبو عمار التابعة لواء أحرار الشمال قامت بإلقاء القبض على أحد الشبيحة، وهذه اعترافاته. أنا الشبيح فؤاد الحاج محمد ديبو بن عبد الرحمن أقوم بالتشبيح لصالح الفرع الأمن العسكري. ناخذ الأوامر من رؤساء المكتب تبع العميد كفاح، وننزل مع قادة المجموعات، مع قائد المجموعات النيل أسامة قطان أبو بكري، أحمد الصعبي، محمود شمال، محمد جازر. نقوم بتفرق المظاهرات على الجوامع. شو بيعطوكم مقابل التشبيح؟ بيعطونا دخان وبعض المصاري بيعطونا حب. مين بيوجهكم لقمع متظاهرين؟ البوجهني رئيس مكتب العميد. شو اسمه؟ رؤساء مكتب العميد. شو اسمهم؟ عصام، مساعد عصام، ومساعد جدة، ومساعد غدير. شو السلاح اللي بتستخدموه أثناء التشبيح؟ بواريد روسيات ومبكشنات وعصي وسوري. بالسكري شو اشتغلتوا بالسكري؟ شبحنا بالسكري مع أبو محمد أحمد الصعبي، يقوم بتفرقة المظاهرات وضربهم، وفي بيوت هجم عليها وقتل مرة ورجال وطفل، وقام باغتصاب كمان بيت منطقة السكري وإطلاق النار. شو هي الأحياء حدا بتشبحوا فيها؟ صلاح الدين، إذاعة سيف الدولة، بستان القصر، سكري، ساحة سعد الله الجابري. بننزل بنوقف فيها عشان قمع المظاهرات إذا بده يجوا المتظاهرين على الساحة. في حي الإذاعة شو عملتوا في حي الإذاعة؟ في حي الإذاعة من تحت نصبنا حاجز ووقفنا عليه. المتظاهرين اللي ينزلوا من فوق من عند الجبل نازلين على الإذاعة يتم القبض عليهم. بستان القصر؟ بستان القصر على المتظاهرين كمان على يطلبوا ناخذ مواقف متظاهرين. كم واحد قتلتوا حتى الآن أنت ومجموعتك؟ كثيرين سيدي. كم واحد يعني؟ كثيرين ما بنعدوا. أعطيني عدد. بالسكري كم واحد قتلتوا؟ في حي السكري؟ السكري في أكثر من 10-15. الحبوب والمخدرات مين بيعطيكم إياها؟ رؤساء المجموعات بيجيبوها من الفرع بيعطونا إياها. شو علاقتك مع الأمن؟ مع الأمن العسكري؟ عندهم شبيح. مين بيسجل أسماء المتظاهرين وبيعطيهم للأمن؟ مصطفى الجاسم في منطقة بستان القصر. في غير مناطق؟ في غير مناطق كل واحد من المجموعات بيشتغل بمنطقته وبجيب أسامي لقائد مجموعته بيعطيها. قائد المجموعة بوديها لمكتب العميد. شو بتذكر كمان أسماء شبيحة؟ اسمائهم في كثير، في ابو علي، في ابو حيدر. اعطيني اسماء. اسماء هدول منهم اللي بعرفوا مع جماعه الشمال. ابو علي. ابو حيدر من وين؟ حلبي. ساكو، مصطفى، غير مصطفى الجاسم. وفي مع جماعه ابو الفدا كمان في بيجي 20-25 واحد بقلب الساحه. من وين تاخذوا الاوامر؟ أوامركم تطلعوا على المظاهرات، مين يخبركم إنه في مظاهرة مشان تطلعوا عليها؟ بيخبر مكتب العميد عماد، بيخبر لقائد المجموعات، قادة المجموعات بتحولنا من الفرع العسكري. بعد ما انتقل كفاح مين كان يعطيكم الأوامر؟ هلا رئيس مكتب العميد عماد. عماد شو؟ عماد محمد.